قبل أي حاجة ما تنساش تشترك في القناة علشان نوصل 1000 مشترك قبل آخر الشهر. فيلمنا بيبدأ مع المدرب هوانج يون، واللي بتجيله دعوة زفاف من حبه الأول هوان سونج هي، وبيفتكر أيام الثانوية وشقاوة الإعدادية، وهو كان فعلا شقي. حتى بص الأستاذ من كتر شقاوته منزله وضع 9 استعد ونازل فيه عجل، لكن كل يهون عشان عيون الزبون اللي هي القمر اللي معدية دي، وهي دي بقى هوان سونج. وساعتها كانت طالبة جديدة ولسه من أولى. طبعا صاحبنا بيتصحب من وراها زي الثعلب، وبيحاول يقطف ويلطف ويقول كلام أفلام، ويحسسها بقى إن الواد الجامد اللي مفيش من أهله اتنين. هو بتقول له كفاية كلام، البنطلون قطع من كتر الكذب، فبيمسك البنطلون وبيمشي ولا من شاف ولا من دير. سونج في الوقت ده بتكون أجمل بنت في المدرسة، وكل المدرسة بتحاول تقرب منها. وبعدين هوانج بيمشي وراها وبيشيل الورق اللي العيال حطوه على لبسها، فبتقول له بما اننا طلاب جديده انا وانت، ايه رايك في 5 فرفشه؟ بيقول لها طبعا جدا قوي خالص. بياخدها ويروح عند عمه الشرقاوي بتاع الكبده، وبيضربوا طبقين ب 12 ونص ويمشي. فبيقول لها بمناسبه ال5 فرفشه اللي قلت لي عليهم، ايه ها ايه؟ بتلاقي جايب حاجات لزوم الفرفشه فعلا، فبترزعه بالقلم وبتضحك عليه. بتقول له فرفشه محترمه يا اوسخ من فرده الكوتشي، مش اللي في بالك. وتاني يوم بتروح المدرسه، بس تقريبا كده والله اعلم البنت دي من مصر، لانها مصره تزوغ من اول حصه زينا بالظبط. المهم بتحاول تهرب من المدرسه لوحدها، وطول ما هي ماشيه بتلاقي هوانج نازل ضرب في العيال. بتيجي علشان تهرب وكانت لسه هتقع، لكن روميو بيلحقها، اقصد هوانج. وبيروح عند الشرقاوي تاني، بيقول لها ان في شويه عيال في المدرسه اسمهم عصابه تايك كي بيدوروا عليها، وعلشان تهرب منهم لازم تقول لهم انها الحته بتاعته. مش بيكملوا كلام وبيلاقوا حماده العجل داخل عليها، بيقول له انت بتاكل مع الحلوه كبده؟ ده انا سايحك زي الزبد، وبيسيبه يمشي. وتاني يوم هوانج وهوان بيكونوا بيفطروا سوا. طبعا العجل مش بيسيبهم في حالهم، ويفضل يرخم عليهم ويرمي عليهم بواقي الاكل، لكن هوانج بيكون بارد جدا ومش بيدي اي ردة فعل. وكالعاده بيطلعوا على الشرقاوي، بس المره دي بيكون قافل علشان مراته بتولد. بيقعدوا قدام المحل وبيفضلوا يتكلموا، وانت عامل ايه، ومامتك والمدام والاولاد، طبعا العيال عيال، لحد ما يجي عبد العال المدرس بتاعهم. فبيطلعوا يجروا في الشارع وهو وراهم. هوانج بياخد ايد هوان وبيجري يستخبى منه لحد ما يمشي. بعدها بتروح مع البيت، بس ده عشان تنشف هدوم يا جماعه، مش حاجه تانية ها. بعدها بتساله اذا كان عنده افلام يسمعوها، فبيتوتر بيقول لها لا الوقت متاخر وانت بدات تخرفي، يلا عشان اروحي. وبياخدها يوصلها بالعجله بتاعته لحد البيت. وتاني يوم العجل ورجالته بيدخلوا على هوانج وبينزلوا فيه ضرب، والغريب انه سابه يضربه، وكل ده بس عشان القشطه سونج. طبعا بتاخده وتخفف عنه بكلمتين بعد العلقه اللي كلها. وهم مروحين هوان بتشوف عربيه، فبتلف وشها وبتخاف جدا، ومن بعدها وهي متغيره ومش طايقه اي حد. هوانج يسكت، لا طبعا. بيروح وسط المدرسه ويشغل لها الاغنيه اللي بتحبها، لا وكمان بيغنيها لها. طبعا بتفرح وبترقص كمان. وبعدها كلنا عارفين ايه اللي هيحصل، هيهربوا كالعاده. بس المره دي بيروح على البحر، وهوانج بيكون جايب لها هديه، وهي كمان بتديله هديه، بس هديتها احلى الصراحه. المهم بيرجعوا المدرسه وهوانج بيكون جايب لها اكل، لكن مش بيلاقيها. بيروح المكان اللي هي ساكنه فيه علشان يدور عليها، بيلاقي بيتها متكسر، واول ما بتشوفه بتطلب منه انه يمشي فورا. فبيمشي، وبتفضل فتره مش بتروح المدرسه، لحد ما في يوم بتتصل عليه وبتقول له ان اللي شافه ده كان باباها، وانها كانت هربانه منه هي ومامتها لانه بيسكر وكده، لكنه عرف مكانهم ولازم يمشوا، وانه شاب كويس جدا ومش بتديله فرصه للكلام وبتقفل في وشه. بعدها بيعتمد على نفسه حبتين ويشتغل في مطعم لحد ما بتقابله منحه لجامعه هانكوك وعليها صوره الحلويات سونج. مش بيضيع الفرصه وبيروح يطلب من الحاج عبد الصبور قرشين، لكنه بيتريق عليه هو والمدام. بعدها بيبدا يتمرن ويدرس كويس جدا، وصديقه كان بيساعده لحد ما قدر فعلا انه يروح الجامعه. وطبعا اول ما بيروح بيدور على سونج في كل مكان، وحتى في مكتب الإدارة وما لقاهاش، لحد ما جات له فكرة إنه يدور عليها عند كبدة الشرقاوي، وفعلا بيلاقيها. بيتمشى معاها وبيعرف منها إنها دخلت تخصص تصميم الأزياء. بيرجع لأصحابه في سكن الطلبة وبيتجمعوا العشاء كلهم. في وسط الأكل سونج بتيجي وتطلب إنها تتكلم معاه، وأول ما بيطلع بتقوله إن عندها حبيب، وحبيبها ده هو قائد فريق الكرة في الكلية. طبعا هوانج بيروح علشان يعمل نمرة قدامه، لكن سونج بتيجي تتكلم مع حبيبها فبيتحرج ويمشي. وصاحبة سونج بتطلب منها إنها تظبطها مع هوانج، فبتروح تقول له لكنه بيرفض. وبيكون في 2 كبار في السن بيحملوا حاجات، فبيروحوا يساعدوهم. وبيكونوا قاعدين في السكن في امان الله بيتفرجوا على استغفر الله، بيلاقوا الشرطه بتخبط. مين؟ بوليس. بياخدوا هوانج وسونج على الاسم. طبعا هوانج مفكر متمسك عشان كان بيتفرج على استغفر الله، وبيقول لسونج انه هيعترف انها ملهاش ذنب. فبتنزل في ضرب قدام الضابط، فبيحبسهم هما الاثنين. وبعد ما يعرف سبب انهم اتسجنوا بيفضلوا يضحكوا بالسبب انهم ساعدوا الراجل والست الكبار وهم اصلا كانوا حرامين. في وسط الضحك ده هوانج بيسالها عن سبب حبها لحبيبها، بتحكي له وهي مبسوطه جدا وقد ايه هي حبته بسرعه. بعدها بيروحوا الجامعه وكل واحد من صحابه بيشقط واحده، وبيعرف من صاحبه ان النهارده عيد الام، فبيطلع جري وبياخد معاه ورد، لكنه بيقابل سونج وحبيبها في طريقه، وكمان بيشوفه وهو بيلبسها سلسله.
فبيبوظ عليهم اللحظه ويطلع يجري زي اللهب. وتاني يوم بيبقى نايم في حرم الجامعه، سونج بتروح عليه وبتضربه بهزار كده وتاخده معاها علشان تعمل له قميص بدل العره اللي لابسه ده. وبيكون في مباراه مهمه جدا لحبيب سونج، وبيكون مراهن على المباراه دي انه لو فاز بيها هياخدها معاه اوروبا. هوانجي بيكون سامع الكلام وبيروح ياخد سونج وبيقول لها ان حبيبها بيستغلها مش اكتر. بتقول له مش كفايه انك كسرت ازاز عربيته وهو سكت وما اتكلمش، وبتسيبه وتمشي. ساعتها هو اللي بيفوز بالمباراه وبينزل ضربه في حبيبها، ومن بعدها وهما مش بيتكلموا حتى لو اتقابلوا. وهوانج بيرتبط ببنت زي القمر، لكن برضه سونج قمرين. بعدين بدا يشتغل ويعمل دعايه لنفسه، لكنه برضه قابل سونج في طريقه، وكمان راح لوكيشن التصوير بتاعها وخرجوا مع بعض وقضوا اليوم. ومش بس كده، ده كمان راح معاها رحله عمل لان السواق مش موجود. وطبعا اخونا هوانج قفاه سداد، فبيقفل العداد وبيروح معاه وبيقضي معاها وقت لطيف جدا. والله. وبعد ما يرجعوا بتديله قرشين. احنا ما بناكلش عرق حد يابا. بيديها كتاب محتفظ بيه منها، واللي بيكون فيه اول حلم كان نفسها تحققه. وما شاء الله حب الشغلانه معاها كسواق. وبيفتكروا وقت ما هوانج ضرب حبيبها وهم كانوا بيحتفلوا في الباص، واحتفالهم كان عباره عن شويه شتايم حلوه لحبيبها، وكملوا السهرة في بار. وبتسأله ليه ما كلمهاش وقت الخدمة العسكرية بتاعته، فبيقولها انه كان مشغول، لكنه في الحقيقة كان محروق يكلمها بسبب انه اخر مرة كان معاها وشربه. ساعتها دخل الحمام ونام، وهي بقى دخلت غيرت له استغفر الله ولبسته الحمد لله، علشان كده كان محروق يكلمها. المهم بيجي لها مكالمة من المنتج ان الاعلان اللي رايحة تعمله ده اتلغى لان حد تاني عمله مكانها. بينزلوا في وسط الطريق وبياخدها على مكان تحس فيه بالامان، اقصد يعني هون عنها اللي هي فيه، لكنها مصممة تبوظ اللحظة وتفكروا بيوم الحمام. وبيفضلوا يضحكوا وبتطلع تجري منه. واول ما يرجعوا بيقول لها انه بيحبها. سونجو بتقوله انها بتبقى مبسوطه معاه، لكن مش بتكمل كلامه وبيسيبها ويمشي. وتاني يوم بيكون في التمرين، حبيبته بتنادي عليه وبتقول له بقول لك ايه، سونج هي حبك الاول صح؟ طبعا بيتاسف لها وبيلاقي رساله من سونج انها مش عاوزه تشوف وشه تاني. فبيروح مكان التصوير التاني علشان يشوف الحوار ده، ولما بيقابلها بيقول لها انه انفصل عن حبيبته وانه بيحبها جدا. بتقول انا مش البنت اللي عرفتها من كام سنه ولسه هتمشي، في حديد من المبنى كان هيقع عليها، لكنه بينقذها والحديد بيقع فوقه هو. بتاخده وتروح المستشفى، وهو اللي بيقول لها انه مبسوط لانها كويسه. الناس ما عادش عندها دم يا ولاد، بس الدم بيطلع في دماغها فجاه وبعدها بيبقوا مع بعض طول الوقت، ضرب بقى ولعب ومرقعه وحاجات تانية مش هينفع اقول عليها. طبعا الحياه بتبقى وردي وخروجات، وبما اننا قلنا خروجات يبقى خارج في يوم مع اصحابه، وفي واحد منهم بيقول لهم انه هيتجوز، لكن هوانج بيقول كلام يضايق الكل ومش بيكون حاسس باي كلمه بيقولها. ساعتها سونج بتاخده وتطلع بره وبتحضنه وتتاسف له عن يوم الحادثه، وانها حاسه انها سبب في انه ما حققش حلمه لان اختباراته كانت في اليوم ده. فبيضمها وبيقول لها انه مش السبب في اي حاجه. وتاني يوم بتقول له ان شركتها تبعتها شغل لبلجيكا، والشغل ده هيبقى لمده سنتين او اكتر. بس بتتفاجئ من ردة فعله لانه بيقول لها روحي. بتقول له بالبساطه دي امسك فيا يا اخي. بيقول لها كده كده مش هعرف امنعك، فليه وجع القلب. بعدها باباها بيتوفى وبيروح يحذروا جنازته، بس هوانج بيطلع وبيقول قدام صحابه ان لو ما قابلش سونج حياته كانت هتبقى ازاي. اكيد ما كانش هيتصاب وكان هيبقى معاه وظيفه. لكن للاسف سونج بتكون سمعت الكلام ده وزعلت جدا، وبتلومه على كلامه ده وازاي يندم على اي حاجه حصلت بينهم حتى لو كانت وحشه، وبتسيبه تقعد لوحدها وتعيط. بعدها بيتقابلوا وبتقول انها قررت تسافر بلجيكا، وبيلاحظ انها خلعت الدبله بتاعتها. ساعتها بتسيبه وتمشي، وهو بدأ يشتغل خلاص مدرس في مدرسة، وقعد يحكي للطلاب عن قصة حبه، لحد ما في يوم راحت له المدرسة، بس المرة دي مش عشان تصالحه ولا عشان يرجعوا، لا دي علشان تعزمه على فرحها. الكلام بيبقى صعب عليه، فأصحابه بياخدوه في رحلة علشان يفكوا عنه شوية، لكنه بيفضل يشرب ويفكر في الحاجات اللي حصلت بينهم لحد ما بيقرر انه يروح الفرح خلاص. وبيصحي أصحابه من النوم وبياخدوها عوم، وبيروحوا الحفلة هو والشباب وبيستخبوا ورا الباب، وبيوزعوا كل الموجودين في الأوضة علشان هوانج يقول لها كلمتين. وأول ما يشوفها بيقول لها إن الفستان جميل جدا، وإنه آسف على أي أذى سببه ليها، وإنه كل اللي حققه في حياته كان بسببها هي، سواء جامعة أو صحاب أو شغل. وهي كمان بتقول إنها لما كانت بتتوه في حياتها ما كانش في حد يبقى جنبها غيره، وبتسلم عليه للمرة الأخيرة. بعدها بتحضر فرحها في سلام واليوم بيعدي تمام. وبكده يبقى خلص الكلام. أشوفكم على خير.